السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في وصفة جديدة من مطبخنا مطبخ الماسة. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة مش عارفة في ناس كتير تعرفها ولا لأ، البوظة المصرية. من المشروبات العتيقة عندنا في مصر. بتتعمل بطريقة حلوة جدا ومقاديرها مش كتيرة وما بتاخدش منك وقت أصلا. ممكن في 10 دقايق بتخلصيها، وحاجة بتبقى حلوة جدا لو في ناس بتحبها. أعتقد في ناس كتيرة جدا بتحب البوظة. قبل ما نبدأ المقادير ما تنسونيش باللايك والشير وتفعلي لي زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ونقول بسم الله. اول حاجه معانا كوبايه من الدقيق، ومعانا كوبايه من السكر، معانا فانيليا سايله، لو معاكي عندك باودر مفيش مشكله. كوبايتين من الميه، معانا كمان معلقه من الخميره. اول حاجه هنجيب حله ننزل بكل مقاديرنا دي كلها في الحله، بس هنسيب معلقه من السكر. هقول لكم هنعمل بيها ايه. هنحط كل المقادير بتاعتنا ما عدا الفانيليا ونقلب كل ده على البارد قبل ما نرفعه على النار. ندوب السكر مع الدقيق، هنقلبهم كويس جدا لحد ما يختفي خالص السكر، او تحس ان هو داب جزء كبير منه. بعد كده هنشغل النار بتاعتنا. هنرفع الحلة على نار متوسطة، نفضل نقلب فيها، ايدينا ما تتشالش ابدا عشان ما يتحرقش معانا الدقيق. نفضل نقلب فيها كويس جدا لحد ما توصل معانا للقوام ده، تتقل زي المهلبية. نبدأ نطفي النار ونرفع الحلة بتاعتنا من على النار. ده القوام بتاعنا. هنسيبها لما تهدى خالص. في التوقيت ده هنبدأ نجهز الخميرة بتاعتنا. دي المعلقة اللي انا قلت لكم شلتها من كوباية السكر، هننزل عليها بمعلقة من الخميرة. حطي معلقة صغيرة، حابة تحطي معلقة كبيرة مفيش مشكلة، بس انا حبيت ان انا اعمل معلقة صغيرة من الخميرة. دوبتهم كويس جدا جدا، وهسيبهم على جنب لحد ما تتخمر او ولحد ما الخليط بتاعنا ده يهدى خالص. اللي هو الدقيق والسكر لازم يكون هادي او دافي على الاقل. اللهم بارك. شايفين الخميره بتاعتنا اختمرت كويس جدا لدرجه ان هي فارت. هنبدا ننزل بكوبايه. احنا ضفنا على الخميره بتاعتنا والسكر، معلقه السكر كوبايه من الميه. يعني احنا كده كوبايه الدقيق خدت معانا لحد الان 3 كوبايات من الميه. ركزي معايا في مقدار الميه اللي انا حطيته. هقول لك التوتال كله اللي احنا خدناه من الميه، وهسيب لك المقادير كلها في الديسكريبشن او صندوق الوصف عشان تعرفي المقادير بالظبط. فضلنا نقلب في الخميره مع الخليط بتاع الدقيق والسكر. حطيت نقطتين من الفانيليا. هنبدأ نقلب كل الخليط بتاعي ده، هضربه في الخلاط. واحنا بنضربه في الخلاط هنضيف معاه كوبايه ونص من الميه. يعني مقدار البوظه بتاعتنا، كوبايه البوظه خدت 4 كوبايات ونص من الميه. انا مش بحبها تقيله قوي، هي كده كده هتتقل معاكي اصلا. بسم الله ما شاء الله. حطيتها في الدورق بعد ما ضربتها في الخلاط. على فكره الدورق ده كبير جدا، الكاميرا مش مبيناه بس هو فعلا كبير قوي. شايفين هي مش ماليه الدورق دلوقتي. ده الخليط على فكره هو مش خفيف قوي، لا ده هو تقيل، بس لسه هتتقل كمان اكتر من كده. انا فكرت ان الدورق يدوب عليها، بس لا ده هتختمر وهتعلى كتير جدا لدرجه ان هي هتطلع فوق الدورق. فانا اضطريت ان انا انقلها في الدورق الصغير التاني. فحاولي ان انت تحطيها في حاجه واسعه، لانها لسه هيتضاعف حجمها. وبكده بعد ما سبتها 3 4 ساعات تتخمر بعد ما ضربناها في الخلاط، طلعت معانا بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. بسم الله ما شاء الله. نقلته في الدرق التاني زي ما انا بقول لكم، لان تضاعف حجمه كتير جدا. هنبدأ دلوقتي. بدخله التلاجة يسقع طبعا المشروب بتاعنا، ونبدأ نقدمه وبألف هنا. فعلا كان حلو جدا. شايفين انا عايزاكم بقى تشوفوا القوام بتاعه هو نازل تقل قد ايه، مع انه كان خفيف بتقل جدا. بيعمل فوم حلو قوي. من الخميره اللي بتتحط فيه بيعمل الفوم. تيجي تشربيه تحس ان هي تقيله شويه، القوام تقيل زي ما انتم شايفينه. الكاميرا طبعا مش موضحه الشكل، بس فعلا كانت حلوه جدا. وطعمها كان حلو جدا. انا عشان بس الصراحه انا مش بحب البوظه، انا بعملها عشان ولادي وجوزي بيحبوها جدا. بتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكم، وبكده نكون خلصنا الفيديو. يا رب يكون خفيف لطيف على قلبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.